نعمل النهارده طاجن فاصوليا خضراء ورز وفراخ محمره. شكل الطاجن قبل دخوله الفرن. يلا بينا. هنجيب بوله فيها بصل مفروم ومعلقه فلفل اسود. بعد كده هنجيب حله فاضيه ونحط فيها الطماطم عشان تتسبك. بعد كده هنبدا نضيف ليها مرقه الدجاج بتاعتنا. احنا ليه ما حطيناش ملح في البصل؟ عشان خاطر الشوربه فيها ملح ومرقه الدجاج. نحط شويه سكر، وبعد ما تتسبك هنبدا نحط البصل بتاعنا، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد ما نقلبهم هنكون احنا اصلا مجهزين الفاصوليا الخضراء، مغسلينها ومخرطينها. بعد كده هنبدأ نحطها على الطماطم والبصل ونقلبهم كويس جدا. عقبال ما يتقلبوا هنكون فتحنا الفرن، حطينا فيه الطاجن يسخن شوية، عشان طبعا لازم نحط الطاجن سخن والفاصوليا الخضراء تكون سخنة. هنبدأ دلوقتي بعد احنا قاعدين عمالين نقلب اهو، هنبدأ نضيف الشوربة بتاعتنا. هنبدأ نضيف الشوربة بتاعتنا حبة بحبة عشان تبدأ تستوي قبل دخولها الفرن. هنغطيها بالشوربة. بعد كده هي عمالة تغلي. بعد كده هنجيب الطاجن، هنحط فيه الفاصوليا الخضراء بعد ما سخناه. هنملى الطاجن للآخر، احنا عشان 2 جبنة ربع كيلو فكفانا الطاجن ده وبقى منه كمان. بعد كده هندخله الفرن، وبعد كده هيطلع بقى لينا بشكل جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده قصادكم، رز والفراخ وشكل الطاجن تحفة. كان طعمه جميل جدا. بألف هنا وشفا. وما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.